انا عايزاكم تتخيلوا معايا كده. لو انا جيت قلتلكوا انا واحدة اهو، واحدة بس، تعالوا اسمعوا كلامي، هخليكوا تملكوا امريكا وروسيا مثلا. ايه اللي بتقوليه ده؟ اي حد هيقول كده هيقولوا عليه مجنون، وده اللي حصل. خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لما جه قال لهم اصبروا تاخدوا معايا ملك فارس والروم، وهم اكبر قوتين عظمتين في الوقت ده، وكان عندهم بقى قصور وكان عندهم حاجات كتير. قال لهم اسمعوا كلامي هتملكوهم. قالوا عليه مجنون. طب هو معقول واحد لو سمعت كلامه اوصل لكل ده؟ اوصل لخير الدنيا والاخره. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللي يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هيكسب دنيا وهيكسب آخرة، وهو ده دعاءه. لكل نبي دعاء، ودعاءه هو الدنيا والآخرة. دي لوحدها عايزة تفكر وتأمل. بقى معقول واحد أسمع كلامه نملك أكبر قوتين عظمتين في العالم؟ ازاي كده؟ لأنه مؤيد من الله. طب دي لوحدها المفروض الطبيعي لو انا تخيلت ان واحد طلع قال كده يبقى هو جامد قوي او ربنا معاه. عشان كده لما جم يصنفوا احسن 100 شخصية في العالم كان على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لو احنا هنتكلم ان هو بني ادم، لكن هو ربنا ساعده يبقى كده، ربنا اعانه عشان ربنا معاه. ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. فاللي ربنا معاه يوديه في حتة تانية خالص. طيب لو انا عملت سحر رهيب هيقولوا ساحر من كتر المعجزات اللي شافوها. اللي في ناس بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ملوش معجزات، مش معنى اني اجهل معجزاته يبقى هو ملوش. برضو هنتكلم عليها في الحلقات الجاية ان شاء الله. من كتر المعجزات اللي عملها اللي هي الآيات قالوا عليه ساحر. ومن كتر حلاوة القرآن قالوا عليه شاعر، مع انه عمره ما قال شعر ولا دخل مدارس وكان أمي. بعد ما مات بكام سنة الناس اللي وعدهم انهم هيملكوا فارس والروم فعلا فتحوا فارس والروم. طب فتحوهم ليه؟ هل هما فتحوهم طمع في الملك اللي في فارس والروم؟ لا، في ان هو يساعد الناس انها تؤمن. هل فتح البلاد دي الاسلام انتشر بحد السيف ولا لا؟ في حاجة مهمة قوي. في اسبانيا لما كانت الاندلس دي في ايد المسلمين كانت تقريبا كلها مسلمين. لما جم يفتحوا البلاد دي فتحوها لما لقوا المسلمين بقوا ضعاف، ما بقاش عندهم ايمان. فلما جم يفتحوها قتلوا كل اللي فيها مسلمين او يغير دينه. فبقت دلوقتي كلها بقى ايه؟ مش مسلمين. القليلين اللي اسلموا بيسيبوا البلد ويمشوا. يعني هو دلوقتي غير دينه، او يعني هي دلوقتي مين اللي منتشر؟ المسيحية. انتشرت بايه؟ بحد السيف. طب هل ده حصل في مصر لما دخلوا المسلمين قتلوا كل المسيحيين واحتلوا البلد وعاشوا هم فانتشر بحد السيف؟ لا، هم المصريين غيروا دينهم، بدليل ان لسه في مسيحيين وكتير. احنا في الدين الاسلامي لا اكراه في الدين، مش بالعافية. في الاسلام لو واحد صلى غصب عنه هل هو كده مسلم ودخل الجنة؟
لا، فين الإخلاص؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مفيش حاجة بالعافية. اللي عايز من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو بس عايز يعني خلوا بيني وبين الناس أكلم الناس عن الإسلام، وهم حرين بعد كده يختاروا اللي يختاروه. هو ده اللي كان عايزه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايز يكره حد. المصريين اللي كان القساوسة الكبير بتاعهم كان هربان في الجبال، لأنه كان مضطهد من المسيحيين اللي هم الروم، فكان هربان منهم لأن هم بيكرهوهم حتى على الطائفة. يعني في طوائف في المسيحية هو كانوا بيكرههم على الطائفة بتاعته هو، فكان هربان. يعني يمشي ازاي ويقتله؟ مفيش إسلام انتشر بحد السيف. لما انتشر في البلاد الآسيوية انتشر بأمانة التجار المسلمين. في الأديان التانية لما يدخلوا بلد يقتلوا كل حد فيها. الآيات في الإنجيل والتوراة بتقول كده، فهم عملوا كده عشان هي دي المسيحية اللي هم غيروا فيها، فمكتوب عندهم كده في الآيات. احنا عندنا مش مكتوب كده. لا تقتلوا شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا تهدموا بيت ولا تنقصوا من صلبانهم. محدش يجي جنبهم من آذى ذميا، لكن هم ليس علينا في الأميين سبيل. أي حد تاني ملناش دعوة، مش هناخد سيئات لو عملنا فيهم ايه. فعشان كده هم كانوا بيقتلوا كل حد مش عالدين بتاعهم. لكن احنا عندنا دخل البلاد دي عشان يحافظ عليهم يعرفوا يختاروا بحرية، فربنا كرمهم عشان كان نيتهم الإخلاص، نيتهم يساعدوا الناس ان هم يعرفوا يختاروا الدين الصح. وكل واحد حر، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. لا إكراه في الدين عندنا.